واطلعوا بعدين مش هيعملوا فيك. الفيديو اللي فات ده للأسف مش لقطة من فيلم ولا مشهد في مسلسل، دي أم حقيقية قلبها محروق على ابنها اللي اتقتل. لا، والأصعب إن المجرمين راحوا لبيت الضحية وهدومهم متغطية بدمه ونادوا على أهل الضحية. طلعت لهم بنته الصغيرة اللي في تالتة ابتدائي من الشباك، قالوا لها نادي على ستك وقولي لها احنا قتلنا ابوكي. في لحظات في الحياة بنحس فيها ان الزمن وقف، لحظات بتخلينا نسأل نفسنا هو احنا عايشين في كابوس؟ هو ممكن الشر يوصل لدرجة تخلي البني آدم يتجرد من كل إنسانيته؟ النهاردة هنفتح ملف هيخليك تتجمد في مكانك، ملف عنوانه لوحده كفيل انه يقلب كيانك. سيلفي الدم، القسوة والرعب والبجاحة كلهم اتجمعوا في جريمة واحدة بس السؤال دلوقتي، ازاي بدأ كل ده؟ وازاي الخيط رجعنا لسنين ورا، لخناقة قديمة ومادة كاوية وسلاح خلى النهاية أبشع مما أي حد يتخيل؟ خليك معايا عشان النهاردة هنكشف أبشع بصمة من بصمات الحقيقة. في قلب اسكندرية وتحديدا في شارع مسجد عبد الفتاح الطلخاوي في العجمي اتفتح باب من أبواب الجحيم. جريمة مش بس أنهت حياة شاب، دي أنهت المعنى الحقيقي للإنسانية. 2 مجرمين مش قتلوا بس، دول لما وقع الضحية غرقان في دمه ما فكروش يهربوا ولا حتى خافوا، وقفوا بكل برود ومسكوا الموبايل وابتسموا. لا، وكمان اتصوروا سيلفي، والله سيلفي جنب الجثة كأنهم بيتصوروا في فرح مش في جنازة. الصورة دي مش مجرد لقطة، دي ضربة في وش المجتمع كله، بتقولك ان في ناس ضميرهم مات وقلوبهم اسودت من الغل والحقد. ولا القصة دي مجرد خبر عادي، دي قصة ليها جذور في خلاف قديم وانتقام اتربى سنين في القلوب السوداء. واحنا النهاردة مش جايين نحكي جريمة، احنا جايين نكشف الغطا عن قصة قلوب ماتت فيها الرحمة. بس السؤال هنا، مين الضحية الحقيقية؟ الشاب اللي راح ولا احنا اللي بقينا نعيش وسط ناس بالشكل ده؟ من حوالي 5 سنين بدأت حكاية الدم دي لما حصلت خناقة كبيرة في المنطقة بين الدودو وخالد وناس تانية. اتدخل بلوزة عشان يحاول يفك الاشتباك، بس الموضوع كبر ساعتها وبلوزة رش مادة كاوية على عين خالد، عينه اتدمرت ومن وقتها بقى الأعور، وضرب الدودو بطلقة خرطوش في رجله ومن ساعتها بقى اسمه الأعرج. القانون خد مجراه وبلوزة دخل السجن 3 سنين وأخد جزاته، ولما خرج اتعملت قعدة عرفية والناس ألزموه بدفع تعويض ودفع دية. وافق بلوزة ودفع التعويض، بس الشر كان لسه عايش جوه الدودو وخالد، والنفوس كانت لسه شايلة، وبلوزة كان عارف انهم مش هيسكتوا وناويين على غدر. الناس نصحوا بلوزة ان يبعد عن المنطقة، وبالفعل بلوزة ساب المنطقة وبعد عن اهله واخواته وامه اللي كانوا مسؤولين منه وبيصرف عليهم ومشي. وبرغم ان بلوزة حاول يبدأ من جديد وبعد عن المنطقة وما بقاش يحضر مناسبات لأهله ولا حتى حضر جنازة أبوه، بس الدودو وخالد ما كانوش ناويين ينسوا، كانوا بيظهروا في كل مناسبة يقلبوا الدنيا على أهل بلوزة. حتى فرح أخته بوظوه، عذبوه، خربوه. عاش بلوزة مهدد طول الوقت. في الوقت ده كان شغال على عربية تمنية عشان يصرف على أهله اللي اتحرم منهم ومن بيته ومن بنته واخواته. وبرغم كده الشر والانتقام كان بيكبر جواهم يوم ورا يوم، لحد ما في يوم العربية عطلت عند بوابة 8 في العجمي. راح للميكانيكي بلوزة عشان يصلحها، وفي الوقت ده واحد من صحاب الدودو وخالد شافه بسرعة، اتصل بالدودو وخالد والتليفونات اشتغلت. قال لهم تعالوا بسرعة، بلوزة هنا اهو عشان لو هتعملوا حاجة. خالد والدودو جهزوا نفسهم وبسرعة راحوا جري على المكان اللي فيه بلوزة ومعاهم شوية بلطجية. نزلوا على المكان ولقيوا بلوزة تحت العربية، ضربوه بالسنج وبعد كده سحبوه. الدودو نزل على عينه وقال له زي ما فقعتلي عيني. خالد نزل على رجله وقال له زي ما عجزتلي رجلي. وبعدين فتحوا له بطنه بالسنجة.
الناس كانت بتتفرج بس خايفة تتدخل. كان معاهم سلاح بيهددوا بيه أي حد يفكر يقرب، وبيقولوله اللي هيتدخل هيحصل فيه زي بلوزة. والكارثة إنهم شغلوا مهرجانات وقعدوا يرقصوا جنب جثته بعد ما خلصوا عليه، وبعدها صوروا نفسهم سيلفي جنب الجثة. لا، وكمان ما اكتفوش بالقتل وانهم رقصوا وغنوا وتصوروا جنب الجثة. دول كانوا عايزين يحطوه على التروسيكل ويلفوا بيه في الشوارع. بس واحدة من الستات اللي في الشارع صرخت وقالت لهم احنا بلغنا البوليس. خافوا وخدوا بعضهم وجريوا، راحوا على بيت ام بلوزة، ندهوا عليها. طلعت لهم بنته الصغيرة اللي في تالتة ابتدائي من الشباك. قالها اندهى على ستك وقولي لها احنا قتلنا ابوكي. البنت خافت واترعبت وجريت على ستها وقالت لها الحقي يا ستي، في ناس واقفة في الشارع هدومهم مليانة دم وبيقولوا انهم قتلوا بابا. الست جالها حالة من الانهيار، نزلت تجري لقيتهم واقفين تحت البيت وهدومهم مليانة بدم ابنها. جريت على المكان اللي فيه ابنها، لقيت الشرطة هناك والناس متجمعة وابنها ميت على الأرض. بعدها دودو وخالد نزلوا الصورة السيلفي اللي اتصوروها جنب جثة بلوزة على الفيسبوك وكتبوا عليها سهلة وبسيطة. وبعدها بشوية نزلوا نفس الصورة وكتبوا عليها السجن وجاها. الناس اتجننت، مش مصدقة اللي بيحصل ده حقيقي ولا فيلم رعب. الشرطة على الفور اتحركت، قبضت على واحد فيهم والتاني بعدها بيومين سلم نفسه. ناس بتقول بلوزة من الأول هو اللي غلطان، وناس بتقول دول شياطين في هيئة بني آدمين. بس الحقيقة إن الكل غلطان. بلوزة غلط لما استخدم العنف من الأول، بس دفع الثمن واتحبس وأخد جزاته على اللي عمله فيهم. أما دودو وخالد قرروا يكونوا إيد القانون بإيديهم. كل حاجة ليها نهاية، إنما لما تتحول الخلافات لترصد والزعل يبقى غل والوجع يتحول لهوس بالانتقام، يبقى اللي حصل ده مش رد اعتبار، دي جريمة بشرية في أوحش صورها. 2 قرروا يبقوا قضاة وجلادين، بس نسيوا ان العدل مش في ايديهم، ونسيوا ان اللي بيقتل نفسه الأول. صوروا نفسهم جنب الجثة، ضحكوا ورقصوا واتمنظروا. الجريمة دي مش خناقة في لحظة غضب، دي مش شدة وراحت، دي جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد. يعني ايه؟ يعني قبل ما يمسكوا السكاكين كانوا ناويين يقتلوا. ومش بس من اللحظة دي ولا حتى من اليوم ده من 5 سنين فاتوا كانوا مقررين يموتوه قبل ما يروحوا عنده. راحوا له وهو نايم تحت العربية، سحبوه وقطعوه ومثلوا بجثته وصوروا نفسهم سيلفي جنبه. كل ده مش لحظة تهور، ده قرار، والقانون واضح وصريح. الجريمة دي عقوبتها الإعدام، واللي بيزرع موت بيحصد حبل المشنقة. وفي الآخر كل واحد فينا لازم يختار، يا إما يبقى راجل يوقف الغلط، يا إما يبقى مجرد نقطة سودا في دفتر الشر. الجريمة دي مش بس جريمة قتل، دي جريمة انعدام ضمير، انعدام إنسانية. واحنا هنا في بصمة الحقيقة عشان نعرف ونحاول نفهم ازاي نعيش وسط بشر فقدوا إنسانيتهم. افتكر الجملة دي كويس، في ناس لما الحقد دخل قلوبهم ما خرجش منهم غير على قبرهم أو جوه الزنازين. دي كانت بصمة الحقيقة. بس الحقيقة المرة النهاردة مش عن القتل، الحقيقة عن البني آدم اللي ممكن يتحول لوحش بس برضه عنده فرصة يفضل إنسان.